عندك ألم في أسفل ظهرك ولكن في جانب واحد بس من ظهرك، سواء الجانب اليمين أو الجانب الشمال. الألم مش بيكون في النص كده بالظبط في العمود الفقري بتاعك، لا بيكون للجنب شوية، تحسه كده لبره شوية، سواء زي ما قلنا في الناحية اليمين أو في الناحية الشمال مش هتفرق. وبيكون كمان الألم تحسه كده إن هو لجوه، يعني مش ألم على السطح كده العضلات اللي بره دي، لا بتحس الألم عميق كده شوية. وطبعا الألم دوت مضايقك ومخليك مش قادر تقعد براحتك ولا تتحرك براحتك، وأكيد نفسك تتخلص منه. عايزك بقى تطمن، عشان ان شاء الله مع نهايه الفيديو دوت هتكون اتعلمت تمرين واحد بس هنعمله مع بعض عملي، لما تمشي عليه هيساعدك انك تتخلص من الالم دوت تماما ان شاء الله. وببساطه جدا قبل ما نعمل التمرين خليني اقول لك ايه المشكله دي. وببساطه المشكله دي حصلت نتيجه شد في عضله اسمها الكوادريتس لامبورم. العضله دي بتكون ماسكه في الناحيه الجانبيه من الفقرات القطنيه، يعني من الجنب كده بتاعها بتكون ماسكه فيه بدايتها ونهايتها ماسكه فيه عظمه الحوض دي. العضله ديت ليها وظائف كتيره، ولكن لما بيحصل فيها شد بتأثر بقى على الناحية اللي هي حصل فيها الشد ديت، فبالتالي بقى تعمل ألم في أسفل ظهرك في جانب واحد بس من أسفل ظهرك. طيب ايه اللي ممكن يعمل شد في العضلة دي؟ وضع جسمنا اللي على طول غلط، سواء قاعدين حاطين رجل على رجل او قاعدين مايلين او قاعدين في وضع غلط لفترات طويلة، او وضع نومنا اللي على طول بيكون غلط. ولو عايز تعرف تصلح وضع نومك ازاي او ازاي تنام بطريقه صحيحه، كنا عملنا فيديو قبل كده عن طريقه النوم الصحيحه، هسيبه لك فوق تقدر تتفرج عليه. بس زي ما قلنا كل الاوضاع ديت اللي بتاثر على العضله دي وتعمل فيها شد، الشد دوت بقى بيأثر على الجنب اللي هي فيه ويعمل عندك الالم اللي انت بتحس بيه ده. بدون دخول كتير في تفاصيل، خلينا بقى نعمل التمرين اللي هو لما تعمله هيساعدك انك تتخلص من الالم دوت تماما ان شاء الله. وببساطه جدا هتكون قاعد على اي حاجه، قاعد على كنبه سرير اي حاجه، وتكون بكل بساطه فارد رجليك الاتنين كده عن بعض، وهنعتبر ان انت عندك الالم ومشكله في الناحيه اليمين كمثال يعني. فهتبتدي ببساطه جدا وانت قاعد كده. الناحيه الشمال بقى العكس، بتكون ايدك كده جنب ركبتك الشمال، وايدك اللي في الناحيه اللي فيها المشكله بتكون مرفوعه لفوق، وتبتدي تميل جسمك للناحيه العكس. الناحيه عندك انت الالم في الناحيه اليمين، هنميل للناحيه الشمال ونفضل ننزل. لما بتنزل كده هتحس ان انت حاسس بشد كده في المنطقه اللي حصل اصلا او اللي انت بيجي لك فيها الالم دوت، نتيجه ان احنا بنعمل استرتش للعضله اللي هي حصل فيها شد دي. فببساطه جدا نقعد اهو في الوضع ده اهو، ننزل كده وتقعد في الوضع اللي تقدر تستحمله من الشد. يعني اهو انت اهو بدايه تفضل تنزل، حسيت ان في شد في الوضع ده هتقف فيه وتعد عدتين، وبعد كده تريح تاني، وبعد كده تكرر التمرين تاني، تنزل لحد ما تحس ان في شد، تعد عدتين وبعد كده تريح تاني، وبعد كده تنزل تعد عدتين وبعد كده تريح تاني، وتعمل حكايه لمده 15 مره. ودوت كده يعتبر دور، وبعد كده تريح وبعد كده تعمله كمان دورين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 15 مره. وطبعا لو انت عندك المشكله في الناحيه الشمال اكيد هيكون العكس، اهو تنزل كده وبعد كده تريح وبعد كده تنزل. وخلي بالك ان انت ما تعملش غلطتين. اول غلطه ان انت تفضل تنزل لحد ما تحس ان في الم لا يحتمل، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ننزل لحد ما نحس ان في استرتش بسيط او اطاله بسيطه قادر تستحملها، او ان انت ما تنزلش خالص وما فيش اي حاجه بتحصل بقى احنا كده مش مستفيدين. لا، بتنزل المقدار اللي يحسسك باسترتش بسيط او تمرين اطاله بسيط، هو ده بقى اللي احنا عايزينه. وزي ما قلنا كده تنزل تعد عدتين وتريح عدتين، وتنزل تعد عدتين وتريح عدتين، وهكذا 3 ادوار كل دور فيه 15 مره، وهتعمله مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. وبس كده دوت كده ببساطه جدا فيديو النهارده اللي هيساعدك انك تتخلص من الالم اللي بيكون موجود عندك في جانب واحد من اسفل ظهرك. لو عايز تعرف بالتفصيل عن المشكله ديت كنا عملنا فيديو توضيحي بالتفصيل هسيبه لك فوق تقدر تتفرج عليه. وبس كده، وكمان هسيب لك لينك اكونت انستجرام بتاعنا في صندوق وصف الفيديو، لو عندك سؤال تقدر تكتبه لي، برد على كتير جدا من اسئلتكم كل فتره. وبس كده، بتمنى ساعه كويسه، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، مع السلامه.